السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم. معلش استحملونا بقى، يعني لينا نصيب ألتقي بحضراتكم النهاردة مرتين، مرة الصبح وإحنا بنتكلم عن الوظائف، ودي حاجة مهمة. حتى لو حضرتك شغال ففي غيرك مش شغال بيبقى مستني ان هو يسمع اي معلومة من اي حد ممكن تكون يعني فيها بادرة امل ليه ان ربنا يكرمه ويلاقي فرصة عمل. دلوقتي كان لازم اطلع مع حضراتكم بعد الكلام اللي حصل النهارده على موضوع سيارات المصريين العاملين في الخارج، اللي كان يعني صدر بقى قانون النهارده. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اصدر اللائحه التنفيذيه للقانون، وبعدها لسه تقريبا من دقائق بسيطه مصلحه الجمارك المصريه طلعت التعريفه الجمركيه لكل السيارات. كل السيارات اللي حضراتكم هتستوردوها من بره هتلاقوا جدول في التعريفه الجمركيه لكل سياره. طبعا حسب يعني في دول احنا عاملين معاها اتفاقيات مفيش جمارك لكن عليها ضرائب، مش هتدفع الجمارك. الدوله قالت لك ما فيهاش مشكله خالص، مش هتدفع جمارك لكن هتدفع الضرائب. هتلاقي الدول اللي بيننا وبينهم اتفاقيه هتدفع مثلا سياره نوعها كذا موديلها كذا هتدفع عليها وديعه دولاريه قيمتها كذا. لو مفيش اتفاقيه بيننا وبين الدوله دي هتدفع قيمه كذا. طيب، بعض الشروط الناس طبعا اكيد كلهم يعني كل المصريين في الخارج الفتره اللي فاتت دي من ساعه ما اتكلمنا في الموضوع وصدر القانون كلنا قرينا القانون وعارفين بنوده كويس، لكن برضو للتذكره للناس اللي ما تعرفش، اهم شروط القانون ان حضرتك يكون معاك مصري، تكون مصري مقيم في الخارج ومعاك اقامه ساريه. الاقامه تكون ساريه، يكون عندك حساب بنكي مش اقل من 3 شهور مفتوح، يكون سنك ما يقلش عن 16 سنه. الوديعه اللي حضرتك هتحطها مقابل الضرايب والجمارك وكل الرسوم اللي انت كنت هتدفعها. يعني مثلا كنت جايب عربيه من بره عليها ضرايب وجمارك ورسوم وقيمه مضافه وكل حاجه، مثلا 100000 جنيه. هيشوفوا قيمه ال 100000 جنيه دول بالدولار كام دلوقتي، هيقول لك خلاص مش هتدفع ال 100000، هتحطهم بالدولار يساووا كام؟ مثلا 4000 دولار. خلاص هات ال 4000 دولار خليهم عندك هنا في البنوك باسم وزاره الماليه، هتحولهم من بره لحساب وزاره الماليه، هتخليهم وديعه لمده 5 سنين. بعد ال5 سنين هتاخدهم من غير اي فوائد خالص بالمصري، مش هتاخدهم دولار بقى، هتاخدهم بالمصري. المصري الجنيه ساعتها يعني الدولار ساعتها كان ب 25 ب 30 ب 20، زي ما يكون بقى انت هتاخد قيمه الدولارات دي بالمصري بعد 5 سنين من غير اي فوائد خالص. طيب، دي اهم الشروط، ان يكون سنه الصنع بالنسبه للعربيه اللي حضرتك هتستوردها من بره ما يكونش عدى عليها اكتر من 3 سنين. يعني احنا داخلين على 2023 يبقى المفروض اخرها يكون 2000 مثلا و20. لو هتستوردها دلوقتي 2019 احنا في 2022 يبقى يكون اخرها 2019. طبعا لازم تكون سياره ركوب خاصه، يعني مش هتجيب اتوبيس وتقول انا عايزها للاستخدام الشخصي، ما ينفعش، لازم تكون عربيه للركوب الشخصي. بس هي دي تقريبا كل المعلومات، والباقي احنا عارفينه يعني. طيب، النهارده النائب عمر هندي عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج قال في تصريحات تلفزيونيه ان هو بيتوقع ان الموضوع ده يدخل لنا دلوقتي حوالي 3 مليار دولار للدوله، واذا استمر الموضوع ده واستفدنا من كل المصريين اللي في الخارج بيتوقع ان هو يدخل من 7 ل 8 مليار دولار كل سنه. يا رب يسمع منه وربنا يستجيب يا رب، وكله خير داخل لمصر ولينا. طبعا الناس اللي كانت بتهاجم وبتقول لك يا سيدي ما احنا لو دفعنا الفلوس بالمصري يبقى احسن لنا ونستفيد بالدولار والدولار قيمته بتعلى. ما هو الدولار قيمته هتعلى، ما هو بعد ال5 سنين هتاخده بقيمه الدولار. يعني الدولار دلوقتي لو ب 25 جنيه وحطيتهم دلوقتي ب 25، بعد 5 سنين لو الدولار بقى ب 30 جنيه هتاخدهم، هتتحاسب على 30 جنيه، ما فيهاش مشكله خالص. هتقول لي طب اشغل فلوس، هقول لك براحتك. الحكومه لما خدت الكلام ده القانون ده ومجلس النواب اصدر القانون كان بناء على بعضكم او كثير منكم كان بيتكلم في الموضوع ده، وانا طلعت اتكلمت في الموضوع ده، وكانوا بيطالبوا ان احنا يا جماعه بدل ما ندفع جمارك دخلوا لنا عربياتنا اللي بره وندفع وديعه لمده معينه. خلاص انت حضرتك مصري في الخارج وما انتش عايز او مش عاجبك القانون ده، خلاص ما تستفيدش منه براحتك، محدش بيلزمك على حاجه. ما تدخلش عربيه، ما تستوردش عربيه. غيرك قادر ونفسه ان هو يعمل كده، سيبه يدخل عربيته، انت هتحجر عليه ليه؟ هو حر، كل واحد حر.
في النهايه يعني ان شاء الله يعني بعد الفيديو ده هتلاقيني حاطط لكم اللينك اللي فيه التعريفه الجمركيه لكل سياره بسنه الصنع بكل حاجه في اول تعليق على الفيسبوك، او في وصف الفيديو على اليوتيوب، او في اول تعليق على التيك توك. وربنا يكتب لكم الخير جميعا، وتقبلوا تحياتي. سمير طنطاوي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.